وثائق تكشف وأخبار تتداول. زيارة ويليام بيرنز إلى المملكة المغربية كشفت أوراقا وتسريبات تشير إلى إمكانية تقسيم المملكة المغربية سابقا، واستمرار هذه الأزمة بوجود كابرانات الجزائر اليوم. محاولات ضد المملكة المغربية ستفشل فشلا ذريعا بمراقبة الملك محمد السادس. المخابرات الأمريكية تكشف مؤامرة تقسيم المغرب. ماكرون يتوسل جلالة الملك لإعادة العلاقات. حياكم الله أعزائي المشاهدين وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج المغترب. بزيارة قام بها مدير المخابرات الأمريكية CIA إلى المملكة المغربية ولقائه بالحموشي، كان هنالك تسريبات تقول أن مدير CIA سلم الحموشي ورقة هامة، بل وثيقة لربما كانت سرية أكثر من اللازم. وبالحديث عن كشف الأوراق السرية وخلط الأوراق الذي يحدث بالنسبة لأمريكا والتسريبات التي حدثت أساسا خارج المملكة المغربية والتي قيل أن روسيا هي المتسبب الأول بها، ماذا تحتوي هذه التسريبات؟ وهل فعلا كان هنالك نية لتقسيم المغرب واقتطاع أجزاء منها وضمها إلى الجارة الشرقية؟ هذا الشيء اللي راح نشوفه بحلقة اليوم. وأيضا أعزائي المشاهدين، إيمانويل ماكرون الذي ضاق ذرعا بانقطاع العلاقات مع المغرب ويرفض أن تبقى هكذا برد مباشر من قبل القصر الإليزيه، هذا الشيء اللي راح نتابعه بحلقة اليوم. ولكن كالعادة أعزائي بدنا نكمل الحلقة، يا ريت تعمل لايك وشير للفيديو وفعل زر الجرس لحتى يصلكم كل شيء جديد. وبتمنى منكم أعزائي تشوفوا صفحتي اليوتيوب والفيسبوك حتى نستمر بنشر الأخبار عن المملكة المغربية، وتحطوا لايك ومشاركة لحتى نوصل للجميع من محبي المغرب والغيورين على ترابه الوطني. أعزائي المشاهدين، منذ أن صدرت الوثائق التي أصدرتها مديرية الوثائق الملكية في المغرب عن أن الصحراء الشرقية تابعة قانونيا وتاريخيا للمملكة المغربية، إضافة إلى بشار وتندوف وعدة مناطق ضمت إلى الجارة الشرقية ظلما وبهتانا، ليس عن طريق الدولة الجزائرية ولكن عن طريق المحتل الأساسي الذي كان يحتل الجزائر وتحت نظام الحماية مع المملكة المغربية. لذلك هنالك تسريبات اليوم تصدر بالتزامن مع زيارة مدير مخابرات CIA إلى المملكة المغربية، فقيل أن هذه الأوراق والمستندات والوثائق كشفت في هذه الزيارة، والبعض يقول أنها مهدت لهذه التسريبات زيارة وكيل CIA إلى المملكة المغربية. بشكل عام الوثيقة التي رفعت عنها الاستخبارات الأمريكية السرية مؤخرا قامت بتسليط الضوء مجددا على قضية الصحراء المغربية ودخول الجزائر على الخط لدعم جبهة بوليزاريو الانفصالية. الوثيقة أعزائي المشاهدين توضح أن الجزائر بعد استقلالها عن فرنسا عام 1962 رفضت إعادة أراضي مغربية في الحدود الشرقية للمملكة مع الجزائر كانت تخضع للاحتلال الفرنسي. وفق الوثيقة نفسها اطلعت عدة مواقع أخبارية أعزائي المشاهدين على أن الجزائر تعتبر أرضا فرنسية، وفي الوقت نفسه تقول أن المغرب كان تحت الحماية فقط. هذه الوثيقة نقصد ليس اليوم هي تحت الحماية أي الجزائر، ولكن في العام 1962 كانت الجزائر تحت الحماية الفرنسية أو عفوا كاحتلال فرنسي، ولكن المملكة المغربية كانت مجرد حماية فقط. الوثيقة نفسها تقول أن طبعا يعود تاريخ الوثيقة، ربما فاتني الحديث أن أقول لكم، إلى 30 أكتوبر عام 1963. تقول أنه لم يتم ترسيم الحدود الجنوبية من فكيك إلى إسبانيا، مؤكدة أنه تم بموجب اتفاق غير رسمي تمديد منطقة الاحتلال الفرنسي تجنبا لأي اصطدام مباشر بين البلدين. وهذا الخط الأخير هو الذي يتبناه اليوم الجزائريين، في حين أن المغرب يصر على الحد الحقيقي، يعني الحدود الحقيقية وليست التي ورثناها أو التي ورثتها القارة الأفريقية من الاستعمار. يشرح المصدر قبل أن يشير إلى أنه مع استقلال الجزائر عام 1962 ظهرت صعوبات في تحديد الحدود على طول منطقة جنوب المغرب. زادت الوثيقة بالقول أن الملك الراحل الحسن الثاني حاول آنذاك إقناع بن بلة بالتفاوض معه بخصوص مطالب المغرب الإقليمية، بيد أن الأخير رفض التفاوض وعزز الموقف باجتماع منظمة التعاون الأفريقية التي دعت إلى التقيد بالحدود التي حددتها القوى الاستعمارية، وهو ما رفضه كذلك الحسن الثاني بدوره. تجدر الإشارة هنا صديقي المشاهد إلى أن ملف الصحراء المغربية عمر لعقود من الزمن دون حل بسبب حقد دفين يكنه جنرالات قصر المرادية للرباط، في حين أن المغرب ما زال متمسكا باليد الممدودة تجاه الأشقاء الجزائريين لتجاوز الخلافات وعودة الدفء إلى العلاقات بين البلدين الجارين. يذكر أيضا أن المغرب حقق الانتصارات الكافية التي توجت بدعم عدد من الدول
الدول القوية اقتصاديا وسياسيا لمقترح الحكم الذاتي الذي تبناه المغرب سنة 2007 لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، كان على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والجارة الشمالية إسبانيا وأيضا ألمانيا من داخل أو من قلب الاتحاد الأوروبي. أعزائي المشاهدين، تلخيصا للوثيقة التي سربت نقول بأنه ما حدث حقيقة في هذه الوثائق يثبت بالدليل القاطع أن هذه الأراضي تابعة للمملكة المغربية ليس لشيء وليس حقدا وليس نكاية بأحد، ولكن الحقيقة لا يمكن تجزيئها أعزائي المشاهدين ولا يمكن تحويرها أو تأويلها. المملكة المغربية تملك الصحراء الشرقية والغربية بسياق تاريخي، ليس نكاية بأحد أو ليس طمعا بأراضي أحد كما يسميها النظام الجزائري، ولكن تاريخيا هذه الأراضي تعود للمملكة المغربية، وتشهد المعالم التاريخية والأثرية فيها على حقية المملكة المغربية بوجود هذه الأراضي تحت سيادتها وضمن أراضيها. وهذا ما أشار إليه مؤرخون فرنسيين، وأشارت إليه صحف وتسريبات من داخل أمريكا وأوروبا، إلى أن وصلت إلى وثائق ملكية محفوظة لدى المملكة المغربية تشير إلى أن هذه الأراضي سواء كانت الصحراء الشرقية أو الغربية أو أي نقطة تتكلم عنها المملكة المغربية تعود للمغرب بشكل واضح وصريح. ولكن المملكة المغربية تكلمت بهذا سياسيا ودبلوماسيا ليرد عنه النظام الجزائري برد تهديد عسكري، ويطالب بنقل الحرس الحدود أو بنقل الجيش إلى حدود المملكة المغربية، والتهديد والوعيد برد عسكري قاصم وحاسم إذا تقررت المملكة المغربية أن تقترب من الصحراء الشرقية، وكأنهم يحاربون ألد الأعداء وليس الإخوة والأشقاء. عموما أعزائي المشاهدين، حديثنا كان عن أوروبا، وأردنا أن نتكلم أيضا عن فرنسا التي وجد فيها إيمانويل ماكرون أنه لا بد من العودة إلى رشده، وهذا الأمر أصبح واضحا ربما لو تتابعون الأخبار الدبلوماسية العالمية. أعزائي المشاهدين، إيمانويل ماكرون منذ فترة تقريبا يومين أو ثلاثة كان في الصين لمدة 3 أيام، وأشار إلى لابد من أوروبا أن تتخلى قليلا عن موقف الحدة والعصبية تجاه روسيا والصين واتخاذ مواقف أكثر دبلوماسية. فكلام إيمانويل ماكرون أو من يتحدث بلسانه عن المملكة المغربية أجده منطقيا قليلا، لا سيما في هذه اللحظات، باعتبار أن إيمانويل ماكرون لاحظ أن خططه السابقة تفشل، فلا بد من نهج جديد. أكد فرانسوا ديلماس المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية يوم الجمعة الماضية استمرار التواصل والاتصالات بشكل طبيعي بين المغرب والحكومة الفرنسية، مؤكدا أن بلاده تحافظ على شراكة ثنائية استثنائية مع المملكة. أكد الناطق باسم كي دورسيه في جوابه على سؤال حول مدى تطور العلاقات بين فرنسا والمغرب منذ زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية للمغرب سنة 2022 في ديسمبر، يقول أن رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون ووزيرة الخارجية كاثرين كولونا عندهما رغبة في المضي قدما مع المغرب. طبعا باريس سحبت السفيرة في الرباط غشت الماضي، وقامت بتعيينها في منصب دبلوماسي في الدائرة الخارجية للاتحاد الأوروبي في بلجيكا، قبل تعيينها مؤخرا سفيرا جديدا طبعا لوكورتيه. أما الملك محمد السادس في خلال اجتماع مجلس وزاري سحب سفير الرباط في باريس محمد بن شعبون وعينه مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار. في بداية الشهر الحالي نتكلم تقول رئيسة الدبلوماسية الفرنسية أن فرنسا ملتزمة بممارسة التهدئة مع المغرب، مؤكدة على أن وزارتها لا ترد على التصريحات مجهولة المصدر، في إشارة إلى ما نقلته جون فريك ونسبته إلى مسؤول مغربي حول توتر العلاقات بين البلدين. ولكن سواء كانت ترد أو لا ترد، العلاقات متوترة بين البلدين، لا يمكن نكران هذا الموضوع أساسا. هنالك عدة ملفات عالقة لا تحاول فرنسا أن تتقدم تجاه الحل مع المغرب تجاهها، وبالتالي لابد من الاعتراف بالمشكلة قبل اللجوء إلى الحل، وليس صحيا أبدا التعامل مع المشاكل دون الاعتراف بوجودها. لهنا أعزائي تكون خلصت حلقة اليوم، بتمنى تكونوا استفدتم منه واستمتعتوا فيها، وعلى أمل لقاء بحلقات جديدة. كان معكم المغترب، دمتم بأمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.